في مشهد دموي هز الشارع المصري، تحول خلاف بسيط بين رجلين إلى جريمة مروعة على طريق أسيوط الجديدة، بعدما أقدم عاطل على ذبح سائق داخل سيارته في وضح النهار، في واقعة أثارت الذهول والصدمة بين الأهالي. شهد طريق أسيوط الجديدة صباح يوم أمس الأحد جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سائق سيارة إثر قيام عاطل بذبحه داخل سيارته بسبب خلافات بينهما. وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة سائق مذبوح داخل سيارته بالقرب من مدخل قرية المعصرة. وانتقلت قوة من مباحث المركز وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن مقتل المواطن أحمد 38 عاما ويعمل سائقا إثر تعرضه للذبح داخل سيارته بطريقة وحشية. وأوضحت التحريات الأولية أن الجاني يدعى محمد 35 عاما عاطل، وأن الجريمة وقعت نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين تطورت إلى مشادة انتهت بجريمة قتل مأساوية. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما حرر محضر بالواقعة تمهيدا لعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة بالكامل.